الحديقة المصغرة أو العائلية هي من بين الأشياء الإيجابية والحلول اللي عطاتها لنا الفلاحة الطبيعية، بحيث يمكن لنا نستغلوا أصغر مساحة في الأرض أو في الدار باش ننتجوا فيها عائلة من الخضر والنباتات. فكيفاش نستطيعوا من متر مربع تكون عندنا حديقة متنوعة وعندها مردودية مهمة؟ باش نصايبوا هذه الحديقة المصغرة كيخصنا واحد البلانشات فيهم تقريبا متر كاري، اللي كنقسموهم لتسعود ديال المربعات، واللي كل مربع ممكن اننا نديروا فيه واحد النوع معين ديال الخضر. هذا المربع باش عمرناه يعني عمرناه بواحد المزيج من التربه، يعني التربه اللي هي ديال الفلاحه مخلطه مع الغبار اللي هو سماد اللي طبيعي، يعني كنديروا واحد الثلث تقريبا ديال الغبار وكنديروا واحد الثلثين ديال التراب، كنخلطوا هذا باش دوك النباتات يبقاو يعني باش يتغداو باش ياكلوا باش يعطيونا الانتاج في الاخير. في الحديقة المصغرة كيمكن لنا نزرعوا بزاف ديال النباتات والخضر، وكل وحدة والطريقة ديالها. ممكن نزرعوا زريعة مباشرة ونحترموا المسافة الحيوية ما بين كل زريعة وما نحفروش ليها بزاف، وممكن ايضا نزرعوا النباتات اللي كتنقل واللي كتكون موجودة عندنا، غير كنحاولوا ما نكثروش منها لانها كتاخذ مسافة كبيرة. وضروري ما نخليو في الحديقة ديالنا مربع واحد خاوي. وخلينا واحد المربع ممكن اننا نخليوه خاوي، يعني من بعد باش نديروا بحال دوره زراعيه في هذه الحديقه اللي هي مصغره. دوره زراعيه يعني داكشي اللي كان مزروع في هذا الكارو مثلا يتحول هذا ونبقى ندور انا في الزراعه ديالي، وهذا هو اللي غادي ممكن انني نخليه بحال هذاك المنبت ديال الشتلات ديالي اللي غنقر، بحال المطيشه بحال الدنجال بحال الخوص بحال دابا البسباس. غير هو اللي خصني نحترم الموسم ديال الزرع. الاهتمام بالحديقة المصغرة باش تعطينا منتوج ممتاز ومتنوع، كيوجب علينا نعرفوا الدورة الطبيعية ديال كل منتوج أو نوع من الخضر، كل وحدة والوقت اللي كتوجد فيها، وكل وحدة والمردودية ديالها، سواء بالنسبة للزريعة أو النبتة، ولكن الأساسي هو العناية. يعني من طبيعه الحال ملي كنسالي الحديقه ديال الجيب ديالي يعني كنرد البال ثلاثه ديال الحوايج. يعني المساله ديال السقي خصو يكون متوازن والارض ديالي تبقى ديما فازقه، والمساله الثانيه هي المساله ديال الدويات اللي ممكن نداوي غير بالثومه وبالصابون البلدي. الحديقه المصغره اللي صوبنا يعني فيها حتى 8 ديال الانواع ولا حتى 9 ديال الانواع ديال الخضر، وممكن انه يعطيني حتى 30 40 كيلو على حساب العنايه وحساب النوع ديال التربه اللي عندي. يعني بهذه الطريقه ديال الحديقه المصغره اللي شفنا يعني كاع المغاربه ممكن انهم يديروا الفلاحه غير عندهم في الدار وبلا ما يحتاجوا مساحات اللي هي كبيره بزاف.